عادل إمام هو أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي. اسمه الحقيقي هو عادل محمد إمام محمد بخاريني. ولد عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 17 مايو عام 1940، ولقب بالزعيم. زوجته هالة الشلقاني، وله 3 أبناء: محمد وسارة ورامي إمام. انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة وهو صغيرا، حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية. حصل على بكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة. بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، حيث إنه شارك في العروض المسرحية ومنها إلى السينما، فالتحق بفرقة التلفزيون المسرحي في عام 1962 وهو لا يزال طالبا جامعيا، فقدم مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962 مع الأستاذ فؤاد المهندس، وبعدها مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ومدرسة المشاغبين في عام 1971، واللي استمر عرضها 5 سنوات. انت قد ما بتعدلوش الكرسي ليه؟ بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي ومسرحية شاهد ما شافش حاجة، واللي استمر عرضها 7 سنوات كاملة، وبعدها الواد سيد الشغال في عام 1985، واستمرت إلى عام 1993. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ والنبي انوي بيه رجاله مع بعض، ما حدش يتدخل لو سمحت. يعني انت عاوز تجنني بقى؟ انت وبابا رجاله؟ والله انا متاكد من نفسي. ومسرحية بودي جارد في عام 1999. اشتهر الزعيم بالأدوار الكوميدية الممزوجة بالسياسة والرومانسية والقضايا الاجتماعية الهامة، فهو من المساهمين في صناعة السينما المصرية، فأدواره تحظى بالجرأة وتثير الضجة والجدل، فهي قضايا شائكة من نوعها مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك. أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة، فأفلامه حازت على عدد كبير من المشاهدين من مختلف الأعمار والبلدان، مما أكسبه قاعدة جماهيرية كبيرة، فحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وخصوصا في الثمانينيات والتسعينيات، مما جعله متفوقا عن باقي الممثلين. ولكن مع كل هذا له أعداء في الوسطين الفني والشعبي. قدم أدوار البطولة منذ عام 1972 في الأعمال الدرامية زي دموع في عيون وقحة وأحلام الفتى الطائر، وانقطع بعدها عن الدراما لمدة 32 عام، ولكن عاد وبقوة ب8 أعمال تلفزيونية عرضت كلها في الموسم الرمضاني من عام 2012 لعام 2019 على التوالي: فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية، وآخرهم فالنتينو. قدم حتى الآن 126 فيلم و16 مسلسل و11 مسرحية، ومن أفلامه النمر والأنثى، الأفوكاتو، المشبوه، السفارة في العمارة، المتسول، الإرهاب والكباب، وسلام يا صاحبي. بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول ايه يا واد؟ بطة ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطة، دي الحقيقة يا كوتش. بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات. كما تمتعت أفلام الزعيم بالمشاهير من أدوار البطولة النسائية في الوطن العربي، منهم ميرفت أمين، يسرى، إسعاد يونس، شمس البارودي، داليا البحيري، وآثار الحكيم، نيكول سابا، دلال عبد العزيز، سوسن بدر، لبلبة، سهير رمزي، كريمة مختار، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني.
كما قدم المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة مع عبد الحليم حافظ وعماد حمدي وسمير صبري ونجلاء فتحي. رفض الزعيم من مسارح التلفزيون لعدم استكمال مسوغات التعيين، قال إن أهم حاجة في الممثل هي قوة الرفض، فهو كان يرفض أن يلبس البدلة والطربوش لأول عمل له في الأعمال الأخرى بعد ذلك، فهو رفض لئلا يحصر نفسه في هذا الدور. العظيم لا عليك العظمة يا قال عنه الأستاذ فؤاد المهندس تلميذ البكر. عادل امام تلميذ البكر. حصل عادل إمام على جوائز، منها جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي، جائزة أفضل ممثل لأفلام السرد لعام 2006 من مهرجان توريبيكا السينمائي الدولي في نيويورك، جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2008، جائزة شرفية من مهرجان مراكش السينمائي الدولي في عام 2016، فهو حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية. هذا وقد يستمتع الزعيم عادل إمام بحياة أسرية هادئة في وسط أبنائه وأحفاده. ودي كانت حلقتنا من قناة عكس التيار. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار. شكرا.